أمريكا ضربت إيران، وإيران بتهدد بتقفل مضيق هرمز، وفي سوريا شخص فجر نفسه جوه كنيسة. العالم بيغلي والقلوب بتترعش من الخوف، بس جوه كل قلب فينا في سؤال بيصرخ: انت فين يا رب؟ انت فين لما الدم غرق الأرض؟ انت فين لما الكنيسة تتحول لمكان تفجير؟ انت فين لما حتى الصلاة ما بقتش أمان؟ بس تعالى النهاردة نهدى ونسمع صوته وهو بيقول: لا تخافوا، أنا هو، لا ترتاعوا. في وسط الأخبار اللي بتنزل العالم، في وسط انفجارات، تهديدات، دم، رعب، خوف، المسيح مش ساكت، هو مش بعيد، هو شايف وسامع وقريب جدا. زمان لما التلاميذ كانوا في المركب والريح بتقلب الدنيا افتكروا ان هو نايم، لكن أول ما نادوا عليه وقف وقال لهم: ما لكم خائفين يا قليل الإيمان؟ نفس السؤال النهاردة بيتقال لينا: ليه خايفين؟ ليه قلوبكم مرعوبة؟ هو المسيح مش لسه معاهم؟ مش هو اللي قال معاكم أنا كل الأيام؟ ربنا مش بيتفرج علينا واحنا بنتوجع، ربنا بينزل وسط النار زي ما نزل مع ال3 فتية، وزي ما دخل بنفسه للعازر القبر وبكى. النهاردة محتاج تهدى، مش لأن الأخبار هتهدى، لكن لأنك قررت تدخل لحضن يسوع وتقول له: أنا خايف بس مسلم لك خوفي. قول معايا الجملة دي ولو بصوت واطي: يا رب خليك سندي في عز الحرب، يا يسوع طمن قلبي اللي مرعوب، يا روح الله املأ قلبي سلامك اللي فوق العقل. عارف ربنا مش بيغير الدنيا عشان ترتاح، لكن بيغير قلبك عشان تعيش نفس الدنيا ولكن مرتاح. ما تخليش القصف يسرق منك إيمانك، ولا التفجير يقتل فيك الرجاء، ولا الهلع يطفي نور روحك، لأن ربنا ما تغيرش، هو أمس واليوم وإلى الأبد. قوم وارجع ليه وصلي واطلب سلامه، وهو هيدخل قلبك زي نسمة في عز العاصفة. وإزاي حضوره هيبدل جواك الخوف برجاء والكسرة بنعمة. صدقني احنا مش محتاجين إجابات دلوقتي قد ما احنا محتاجين حضوره، محتاجين صوته الهادي يقول جوانا: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمي أنت لي. احنا مش أول ناس نخاف. بطرس خاف لما شاف الأمواج، والتلاميذ خافوا لما المركب كانت بتغرق، بس يسوع كان نايم لأنه واثق. والمفارقة لما صحوا قال لهم: ما بالكم خائفين؟ كيف لا إيمان لكم؟ الخوف مش غلط، بس المشكلة لما نسمح له ينسينا مين اللي معانا. عارف ممكن العالم يولع حوالينا، بس فيه وعد: إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، وإذا مشيت في النار فلا تلدع، واللهيب لا يحرقك. خد نفس عميق كده وقول لنفسك: أنا مش لوحدي، أنا مش منسي. ربنا مش بيسيب ولاده في وقت الأزمات، ده بيجبر الخاطر في عز الانكسار، وبيمسح دموعك حتى لو العالم مش شايفك، وبيقولك زي ما قال ليوحنا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر. المسيح مش بس المخلص، ده هو السند، وهو اللي بيحضنك لما كل الناس تسيبك، هو اللي بيطبطب على وجعك من غير ما تشرح. يا يسوع أنا جاي لك وقلبي مشوش، ومفيش غيرك قادر يهديني. الدنيا دوشة ومخاوفي عالية، بس أنا قررت أغمض عيني وأرتمي في حضنك. أنا تعبت من الأخبار، تعبت من التفكير، تعبت من إني أتحمل لوحدي. يا رب اديني سلامك، مش السلام اللي الناس بتوعد بيه، ولكن سلامك اللي بيعدي بيا في النار وما يسيبش ريحة النار عليا. مرة واحد كاتب: أنا كنت في انفجار وكل اللي حواليا مات، وأنا الوحيد اللي طلعت عايش. بس مش بس كده، طلعت بقلبي مليان سلام، لأني قبلها ب5 دقايق كنت بصلي. الناس افتكرته إن هو فقد عقله، بس هو كان فاهم إن السلام مش غياب الخطر، السلام هو حضور المسيح في وسط الخطر. وزي ما بولس وسيلة كانوا في السجن وإيديهم ورجليهم في الحديد، بس كانوا بيصلوا ويسبحوا، إحنا كمان نقدر نسبح حتى في وسط الفوضى، حتى وإحنا بنسمع عن حروب وتفجيرات وعن ناس ماتت في كنيسة وهم بيصلوا. بنزعل، لكن مش بنفقد الرجاء، لأن لينا رجاء مش في الدنيا ولكن في اللي قام من الموت وغلب. ممكن دلوقتي تقفل عينك وتقول من جواك: يا ربي أنا مش قادر بس أنت قادر، أنا خايف بس أنت سلامي، أنا مش شايف بكرة بس واثق إنك هناك.
لو كنت تعبان، لو قلبك موجوع من اللي بيحصل حوالينا، لو عندك رعب حقيقي من بكرة، اعرف انك مش لوحدك. النهاردة يسوع واقف على باب قلبك وبيهمس لك: سلامي اعطيكم. اقبله زي ما انت، بهمك، بقلقك، بخوفك، بكل وجعك، وهو هيبدأ الرحلة معاك، وهتشوف ازاي النعمة هتغطيك، وازاي الرجاء هيكبر جواك، وازاي حضور الله هيكسر اي خوف. يمكن العالم يتغير ويمكن لا، بس انت لما تمسك في ايد يسوع عمرك ما هتفضل نفس الشخص. عارف امتى بتحصل المعجزة الحقيقية؟ مش لما العالم يهدى، لكن لما قلبك يهدى في عز العاصفة. المسيح قال لتلاميذه: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، فيه أعطيكم أنا. فيه نوع سلام مش من الدنيا، سلام ملوش تفسير، سلام فوق العقل، بيغطي القلب زي بطانية في عز البرد. طب تعمل ايه دلوقتي وانت عايش في وسط رعب؟ اقفل الأخبار شوية، افتح الإنجيل، بدل ما تتتبع القصف تابع صوت ربنا في صمت قلبك. اقعد في هدوء واسأل نفسك: هل أنا فعلا سلمت حياتي بالكامل، ولا لسه ماسك في الخوف والقلق والفقدان؟ ربنا مش طالب منك تبقى بطل، هو طالب انك تكون ابنه، تجيله زي الطفل وتقوله: خايف بس ماليش غيرك. يا يسوع علمني أعيش في سلامك، حتى في وسط الخطر، حتى في وسط النيران، حتى لما الأخبار تبقى كلها مرعبة. يا رب خبيني فيك، خلي صوتك يعلو جوايا على صوت الخوف. أنا بتاعك، أنا واثق إنك ماسكني ومش هتسيبني أتهز. كل اللي بيحصل حوالينا مش نهاية، ده جزء من صراع كبير، بس النهاية مكتوبة من زمان. رأيت سماء جديدة، أرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، هوذا مسكن الله مع الناس، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. يعني في يوم مش هيبقى فيه لا حروب ولا خوف ولا قلق، بس لحد ما اليوم ده يجي تعيش ازاي؟ تعيش في حضن يسوع، تعيش في سلامه، وتصدق انه ماسك كل الأحداث وبيصنع من الرماد جميل. لو وصلت لهنا فأنا بصلي لك ومصدق إن ربنا بيكلمك دلوقتي. مش صدفة إنك شفت الفيديو، مش صدفة إن قلبك بيتحرك. قوم دلوقتي، خد لحظة صلاة، حط إيدك على قلبك وقول: يا رب تعالى أسكن قلبي، اديني سلامك، خد كل خوفي وبدله برجاء. أنا ابنك ومحتاجك قوي النهاردة. ربنا مش بيمنع النار، ولكن بيمشي معانا فيها، ورغم كل حاجة لسه فيه سلام. سلام من المسيح بيحضن قلبك.